يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ لأن لما يلاقيها ستر مفاتنها ولا حشبين منها عرف إنها ليست ممن يعرض جمال جسمها على الرجل، فما يتجرأش يقول لها يا باشا يا مش عارف يلي يا مش عارف ايه، ما يتجرأش، يعرف انها ملتزمه. ليه؟ لأن الحكماء قالوا إذا رأيت امرأة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل إلحاح المرأة في كشفها إلحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له يا فتح يا بجم انت مش شايف الآن، معناها كده. أقول للمؤمنين يغضوا ايه ليه؟ أم قال لك لأن ده البريد إلى ايه؟ إلى ما وراءه. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل لرجل مع امرأة قال ايه؟ نظرة، مش كده؟ فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء. مش قال كده؟ يبقى إذن النظرة هي يقول لنا هنسدان. ربنا قال أنا رحيم بك وعارف تكوينك وأنا مصر على أن يكون تكوينك هكذا في غرائز، عشان ده اللي هتحفظ النوع. فأنا عايز أرقي الغرائز ما امنعهاش، وإلا لو ما كنتش عايز كده ما أخلقش الغريزة دي فيه خالص. يبقى إذن كل المؤمنين يغضوا عشان نسد إيه؟ منافذ فساد الأعراض، ومنافذ إن الخليفة يطلع في الخليفة ملوث، خليفة يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه؟ شريف. ما فيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والتاني ما لوش نسب، كلنا واحد. نعم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى. ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهانه، ما فيش اعتداء على، تبقى الفروج محفوظه ولا لا؟ ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها أنني لا أنيله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الإيه؟ من المرأة. أو أحفظه أصونه عن أن يرى، لأن لما يرى يمكن يهيج إلى الشر. يبقى أحفظه يعني أمنعه من غير حله، أو أحفظه أمنعه من أن يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج أزكى أطهر، وأدخلوا في باب النماء للإيمان، لأن مش هتيجي حتة إيه تعكر طهر الإيمان، ولا فيش حتة تخلي الإيمان ما يزدادش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها قبسا، يخليك كده نفسك ترتاح، أجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي إيمان يديك دي يديك دي يديك دي. يبقى اوعى تجيب حاجة انت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك ايه 10 درجات، تبقى مش أزكى بقى، لا أنمى ولا أطهر ولا أي. ذلك أزكى لهم، وأزكى أيضا أريح، مريحة، لأن مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه، تحاول تكبح عواطف ما عندكش دي خالص، يبقى بعيد خالص. إن الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلي الغريزة الجنسية ما توضعش إلا فيما شرع الإيه؟ فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنة ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانه بس، امها وابوها والبيت كله، ويجروا ويدوروا ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البت لا لما تحمل كده تبقى ماشيه مزهوه كده، قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال. طب وان كانت من حته تانية بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل بطنها عشان ما تبانش. انما ديك كده بالفخر كده وماشي، وقال يعدلوها وحاسب على روحك، اوعي مش عارف تتحرك ايه هو دي؟ لانه انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله، يبقى مجتمع ايه؟ والكل يبقى مبسوط كده ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله.
طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شره سودة بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها، ولا واحده تسقطها، ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلانه كده. انما ديك ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من ابصارهن، برضه زيها تمام، ويحفظن فروجهن. وبعدين هيزود حته بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فيبقى ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينه؟ الزينه هو الامر الزائد عن الخلقه. يعني واحده بتكحل عينيه، بتكحل عينها ليه؟ عشان الرموش تبقى سودة قوي كده، والشرطه تبقى مش عارف ايه. هي مش سودة بطبيعتها. في نساء فيها عندها كده، في عندها اسمه كحل. كحل يعني الرمش ايه؟ اسود بطبيعته. واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله. هي دي زينه، زينه مصنوعه ولا لا؟ طارئه على الايه؟ على الشيء. وعايزه تتزين مثلا تحط قرط في ايه؟ في اذنها، عايزه مثلا تلبس دبله ولا خاتم، عايزه تلبس اسويري، عايزه تلبس قلاده، عايزه تلبس وشاح، عايزه تلبس مثلا اكليل، عايزه تلبس خلخال. كل دي زينه. الزينه دي مطلوبه ليه؟ مطلوبه انني ابديها لمن جعلت من اجله، ما ودهاش للي ما جعلش من اجله. ليه؟ أم قال لك لأن لما تجعل للمجعولة من أجل اللي هو للزوج تعف عن إن ينظر إلى الغير، وتبسط نفسه كده، وتبقى إن هو عنده واحدة يعني اللي مش عامل اللي ما فيش منها زي أيوه عايزين كده إحنا. تقوم الزينة الطريقة دي الشرع ما منعهاش، بس تخليها في حدودها، أن تهيج لك حلا، علشان لا أنت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره. انما بقى ما تعرضهاش للناس. يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه هينهاها انها تبدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى. تمنع العضو يبقى، ولذلك قال لك لا يبدين زينتهن. يا اخي ما بتزينش، قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم تاني من باب ايه؟ من باب اولى. ساعه ما يجي ربنا يقول لك ولا تقل لهما اف، هو تقول اف انما تلعن ابوهم؟ ده حتى ولاد. يبقى بان المساله على الايه؟ على الاقل. يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استثنى على الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده من دول مش هتمشي في الشارع، مش هتقضي حاجتها، طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطه في الكحل. سمحنا الكحل مش زي بعض يا سيدي، الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيحها، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا كده، ولا لازم دي ولا لا؟ يبقى اذا لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. انما المراه لها اشياء، عورة جسم يكشف، وجسم يوصف، وجسم يلتفت اليه. فيشترط في الحجاب بالنسبه للمراه الا يكون كاشفا، يعني ما فيش حته من عورتها من جسمها دي تبان. لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف الا انه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها، مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف ايه، وهو برضه طويل اللي بيسموه مكس برضه، مش كده بيسموه مكس ولا ايه؟ يبقى طويل وكويس قوي، نقول له هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عادة في الحتة دي يبقى 3 حتت: السدل والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح انما مبين شكل هذه المسائل، يبقى ايه؟
غير كاشف إلا أنه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الراس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الايه؟ الحتة دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على ايه بقى نقول اللباس الشرعي في المرأة أن لا يكون ايه؟ كاشفا، ولا أن لا يكون واصفا. بقي شيء آخر وهو أن لا يكون ملفتا. ايه يعني فلا تخضعن بالقول؟ يعني ان اضطر تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات او اقتراب. ما هو في واحد لما تكلموا كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، او يبص في النظر. انا ما بقولكش انتوا وحشين، انما اللي قابلكوا ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض. فما تدلوش فرصه. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها. معنى ذلك يعني يكلموه بغلظه، يكلموه بخشونه. قال لك لا، وقلنا قولا معروفا. قال لك لاولياء الامور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تقعدش تشدد. اذا طلبت يد ابنتك ما تشددش في مسائل، يعني مثلا تقول ايه وتقعد تعنت بقى تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. ما تصدق ان واحد جاي وله خلقه وله دينه وجاي يعف بنتك، ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش. ده هذا اذا لم يكن تعينه، لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا، انما قد يجوز ان يكون اب البنت له مركز له في المجتمع، واللي ما عندوش زوجه ده لسه يعني حديث وضعيف او بتاع، ما يجرؤش انه ايه، لانه لما يروح له عندك شقه هتجهز، هتدفع كام شبكه وهتدفع كام مهر، ويقعد بقى يعمل له بقى والفرح هتعمله في فندق، يقعد بقى يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا، لازم تيسروا للناس امور الالتقاء علشان ايه؟ تمهدوا للناس سبيل الاعفاف. فما تضيقوش على. ولذلك سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتين، لانه اجير، هيبقى اجير، واجير ما يتساماش انه ياخد بنت اللي هو اجير عنده. يوم هو يشجعه ويقول له انا الان اللي اريد ان انكحك، يبقى ازال عنه ايه؟ ازال عنه حياء التردد. فكذلك الناس انكحوا الايام، يعني يا اولياء الامور لا تتركوا فرصه تعفون بها بناتكم او تعفون بها ابنائكم الا وايه؟ وتفعلوا. فان ما تتعنتوش في المطالب ان لم تستطيعوا ان تعينوهم عليها. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا الى الله جميعا. هلا توبوا الى الله، ولا توبوا يا من اذنبتم باي حاجه من دي؟ قال لا، جميعا، ليدل على ان كل ابن ادم خطاء، ويمكن الواحد برضه يعمل شويه كده بقى استاهل شويه في دي، استاهل شويه في دي. قال انا عارفكم كويس بس هعمل لكم، هقول لكم توبوا وانا هقبل برضه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.